وفي يوم لقيت احمد بيتصل بيا وبيقول لي مامتي تعبانه، تعاليلي على بيتها هناك، علشان الجيران اتصلوا بيا وقالوا لي انها تعبانه جدا. رديت عليه وهديته وقلت له ما تقلقش، ان شاء الله خير، روح انت على هناك وانا هاجي وراك. كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من قصتنا. يا رب تكون عجبتكم، يا ريت تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد هنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمني احمد وهو في الشغل عشان يعرفني ان الجيران كلموه عشان يعرفوه ان مامته تعبانه. انا كنت رديت عليه وهديته وقلت له خير ان شاء الله، ما تقلقش، روح انت على هناك وانا هاجي وراك. رحت لاحمد وقابلته هناك في بيت حماتي، لقيت الدكتور لسه ماشي من عندها ولقيتها تعبانه جدا، وقالوا لي ان هي جالها شلل نصفي وما بقتش قادره تتحرك تماما، وما بقتش قادره انها تخدم نفسها. احمد جوزي حاول يتصل بحد من اخواته البنات عشان يجوا عشان يساعدوا مامتهم في الظروف اللي هي فيها دي، وفي عز مرضها اتهربوا من خدمة مامتهم ومحدش راضي يجي عشان يخدمها. في الوقت ده ما كانش قدامنا غير اننا ناخدها تقعد معانا في شقتنا. احمد عرض عليا الامر وانا وافقت بدون اي تردد او تفكير. ما كنتش هرفض ابدا خدمة مريضة احتاجت ليا في عز تعبها، ايا كان اللي حصل لي منها عمري ما كنت ابدا هتخلى عنها في الوقت ده. رديت على احمد وقلت له ما تقلقش، انا هاخد بالي منها وهقوم على كل طلباتها. جهزت لها اوضه عشان تنام فيها وفضلت تحت رجليها، كنت بلبلها كل طلباتها حتى من قبل ما تتكلم ولا تقول اي حاجه. كنت طمعانه بس ان ربنا يجعله في ميزان حسناتي. ورغم ان ده كله عملته لحماتي ما كنتش مستنيه منها اي حاجه، بس هي ما كانتش بتخلي فرصه غير انها تهني قدام الناس اللي كانوا بيزوروها وقدام بناتها التلاتة اللي هربوا من خدمتها اصلا. بعد كام شهر انا كنت تعبت جدا وكنت قربت اولد. في الوقت ده برضو طلبت من اخوات جوزي التلاتة انهم ييجوا يراعوا والدتهم ويشوفوا طلباتها في ايام ولادتي حتى بس على الاقل، وبرضو تهربوا زي اول مرة، تهربوا من مسؤولية والدتهم وتهربوا ان هم يعملوا لها اي حاجة. في الوقت ده كانت حالة حماتي بتسوء جدا، حتى قلت لهم في التليفون ان حالة مامتكم بتسوء وكل دكتور يخش يكشف عليها يقول ادعوا لها. هم اول ما سمعوا ان حالتها اتدهورت قوي كده جم كلهم مع بعض مرة واحدة. اتفاجئت لما لقيتهم كلهم بيدوروا عن ممتلكات والدتهم وعن اموالها، بقوا بيدوروا على اي اوراق تدلهم عن اي حصر لممتلكاتها وبس. ساعتها في الوقت ده بصت ليهم حماتي وبصت لي، وفي الوقت ده كانت عرفت الفرق بيني وبينهم. انا كنت بديها الدواء في مواعيدها وبقوم على خدمتها وتحملت منها كتير قوي، بس بناتها هربوا منها ومرضيش يخدموها ولا يقفوا جنبها في عز ما كانت تعبانة. بعد وقت قليل خرجوا، لما ملقوش حاجة لقيت حماتي بتنادي عليا وقالت لي اتصليلي بالمحامي وقوليله يجي حالا عشان انا عايزاه ضروري قوي. فانا قلت لها حاضر ورحت عشان اتصل لها بيه. اتصلت لها بالمحامي وطلبت منه ان يجي بسرعة عشان حماتي عايزاه في حاجة ضروري. بعدها بساعة جه المحامي. قعد المحامي مع حماتي في اوضتها وقت كبير. بعد خروج المحامي طلبت مني حماتي ان انا اشتري لها كفن. ساعتها اتأكدت ان حماتي خلاص بين الحياة والموت، فوافقتها على طلبها ونزلت عشان اشتري لها الكفن. بعد كام يوم صحيت من النوم ورحت على اوضة حماتي عشان اطمن عليها، بس لقيتها مش بترد عليا، لقيتها توفت. انا زعلت جدا وابتديت ابكي لاني زعلت علشانها بالرغم اللي هي عملته فيا وعملته معايا، بس العشرة ما بدهونش غير على ولاد الحرام. كلمت احمد جوزي وقلت له يجي بسرعة. بعد شوية جينا عشان نحضر الغسل، فبفتح الدولاب وطلعت منه الكفن اللي اشتريته لحماتي، واول ما فردت الكفن لقيت وقعت منه ورقة
مسكتها وبديت اقراها، بس قلت لا، انا مش هقراها هنا، انا هخرج اقراها بره قدام ولادها، يمكن كاتبالهم فيها حاجه. انا فتحت الورقه ولقيتها رساله من حماتي. ابتديت اقراها، كان مكتوب فيها: سامحيني يا بنتي، انا ظلمتك كتير، بس معدنك الطيب ظهر في خدمتي في الوقت اللي بعني فيه اقرب الناس ليا، بناتي. انا حاولت اكفر عن اللي عملته فيكي طول السنين اللي فاتت دي، يمكن تسامحيني، يمكن تسامحيني على كل حاجة انا عملتها معاكي. انا كتبت ليك انتي وحفيدي كل ممتلكاتي باسمكم، كل حاجة انا بملكها دلوقتي بقت باسمك انتي وحفيدي. انا اول ما حسيت ان يومي قرب قلت يمكن اقدر افرحك يوم بدل سنين المر اللي عشتيها معايا. انا بس مش طالبة منك دلوقتي غير وانا عند وجه كريم انك تسامحيني يا سارة، سامحيني يا بنتي. مش قادرة اوصف لكم ولا اقول لكم اخوات احمد جوزي بقوا عاملين ازاي بعد لما سمعوا الكلمتين اللي حماتي كانت كاتباهم لي، الكلمتين اللي حماتي كانت بتعتذر لي فيهم. ما اثرش فيهم ان هم اثروا في مامتهم وقت لما كانت تعبانة، بس اثر فيهم ان هي كتبت لي كل ممتلكاتها انا وابني. كلهم بقوا يتخانقوا ويقولوا لا انت اللي خليتيها، انت اللي ارغمتيها تكتب الكلام دوت وهي قاعده معاكي، هي كانت قاعده معايا انا بخدمها، انتوا استخسرتوا فيها ان انتوا تخدموها، استخسرتوا فيها اي دقيقه من وقتكم، كان ممكن حتى تناولوها فيها كوبايه ميه. انتوا كان همكم بس فلوسها، ما اثرش فيكم ان انتوا رميتوها، ما عبرتوهاش، ما اثرش فيكم. بتبصوا على المال، المال ده زائل يا جماعة. لحد هنا قصتنا خلصت. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة، وتكونوا خدتوا العبرة منها. العبرة ان انتوا اختاروا دايما تكونوا انتوا الكويسين، ما تعاملوش حد بمعاملته حتى لو كان قدامكم حجر صوان. العوض بيجي من ربنا، حتى لو كنتوا انتوا مظلومين واللي قدامكم ده ظلمكم اشد ظلم، ربنا هيعوض عليكم في وقت من الاوقات. ربنا ما بيضيعش تعب حد، وما بيضيعش المظلوم بمعنى اصح، وحق المظلوم بيجي من الظالم. ربنا قال: لأنصرنك ولو بعد حين. قولوا يا رب، العوض هيجي منه، هو السند، استنوا منه هو بس واطلبوا منه هو بس. وفي نهاية قصتنا بقول يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت تدعموني باللايك والشير والاشتراك في قناتي عشان يوصل لكم مني كل جديد هنزله، وكل قصة جديدة فيها عبرة. استنوني، يا رب اكون عند حسن ظنكم. دمتم في حفظ الله وفي رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.